أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ياريت تبعتوها لنا تحت في صندوق التعليقات أو على صفحتنا على فيسبوك، وبإذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. السلام عليكم، ممكن حضرتك تنزلي المشكلة لو سمحتي؟ أنا ليا صديقة مطلقة اتعرفت على شخص بغرض الزواج. في الأول قال لها إنه مطلق، وبعدين لما اتعاملت معاه شوية حست إن هو متجوز ومخبي عليها. ولما سألته قال لها بصراحة أنا متجوز بس في مشاكل بينهم، ووراها قسيمة الطلاق، وإنه بس رجع لها علشان عنده بنات وبضغط من والدته علشان هي كمان تبقى بنت خالته. وبدأوا يتواصلوا مع بعض بغرض إنهم يشوفوا في قبول يعني وتوافق بينهم ولا لأ. وهو كان كويس معاها جدا وأبدى ليها مشاعر لطيفة، وكان بيتعامل معاها بطريقة حلوة جدا. وكان لما بيبقى معاها كان بيبقى غيران جدا عليها ومش عاوز حد حتى يعدي من جنبها. من 10 أيام كده قلل التواصل معاها، وفضلت تتصل بيه كذا مرة. كان بيرد مرة في اليوم بالكتير، وعرفها ان عنده مشاكل في شغله ومشاكل مادية، وهي عرضت عليه فلوس وهو رفض بشدة. ولما ضغطت عليه اكتر علشان تعرف ايه نوع المشكله بالظبط قال لها انا مديون لشخص معايا في الشغل بمبلغ كبير. ومن ساعتها كل ما بتتصل بيكنسل عليها ويقول لها انا كويس اطمني. بس تقريبا بقاله 5 ايام ما بيردش غير على الواتساب بس، وكمان بالعافيه. هي عرفت منه انه بقاله يومين في البيت لكن مش قادره توصل معاه لاي تفاصيل اكتر من كده. بيقول لها انا كويس لو سمحتي اطمني. ولما طلبت تشوفه قال لها هتشوفيني ان شاء الله، بس انا مش قادره. هي بصراحه مش قادره تحدد هو كده بينهي الموضوع بطريقه غير مباشره ولا فعلا عنده مشكله. ولو هو فعلا عنده مشكلة، هل تفضل تبعت عشان تطمن عليه ولا الافضل تسيب له مساحته؟ خصوصا انها بلغته ان انت لو بتنهي الموضوع بلاش حاجة فيها اي انسانيات، يعني علشان كده هيخليها تعمل باصلها وتفضل جنبه ومش هتمشي. هو كان بيقول لها سيبيلي مساحتي لو سمحتي ووقتي، لان انا خايف من الضغط اضطر اقولك مش نافع اكمل. وهو عاوز يتجوزها وهي اتعلقت بيه جدا ومش عارفة تشيله من حساباتها. لصاحبة المشكلة، أولا صوني كرامتك أرجوكي وغلي نفسك. اللي بيحصل ده حرام شرعا وكمان غير مقبول عرفا، وبينه وبين نفسه ما بيحترمكيش. صدقيني انت مجرد نزوة في حياته، لأنه لو بيحبك وعاوز يتجوزك ببساطة شديدة هيجي يخطبك حتى لو مش بعلم مراته. هو بيخلع منك لأنه زهق أو خايف مراته تعرف. بالنسبة بقى لموضوع الفلوس احذري، هو بيتقل عشان تقولي له أنا مستعدة أضحي بأي مبلغ، بس هو بس يرد عليكي. صدقيني ساعتها هياخد الفلوس وهو هيمثل ساعتها انه متضرر جدا، بس مش هتشوفي وشه تاني. وفي الاخر بتمنى لك حياة سعيدة.